فقط ب 13 لاعبا، يعني 11 اساسيين واثنين فقط من الاحتياطيين. يعني عليه حمل كبير جدا لقياده فريق اليوفنتوس الى وضع الطبيعي. بدري وديست. نعم. نذهب لمباراة باريس سان جيرمان مع زاباريني في وسط. هؤلاء الأولاد الذين يعودون بعد 11 سنة من آخر فوز لدينامو كييف هنا على برشلونة ب4-0 في واقعة تبقى في التاريخ. أنذاك سجل شيفتشينكو ثلاثيا. جريزمان في الخط الأمامي لتشكيلة أي هجمة معاكسة. المباراة راح تلعب في منطقة 40 متر. لعبة ممتازة من ليو ميسي، والحكم يقول ضربة جزاء ولا مخالفة؟ لا مخالفة، يعلنها مخالفة حكم المباراة مايكل أوليفير لصالح ليو ميسي وفريق برشلونة على خط ال 18. كرة ميسي من ضربة جزاء في الكامب نو. ميسي جول. ميسي من أمام نيشتشيريت وجول. لما يكبر ويذكر ويقول ويحكي التاريخ يقول روزلاف نيشتيريت بانه اول. ميسي على الجهه اليمنى، بابا رائعه جدا من ميسي وفتح روبرتو وكذلك الحارس الثاني نيتو. الكره من داست وميسي جول. داست وبيدري تضرب في العارضه الافقيه وترجع. لم تدخل هذه الكره. فاتي يدخل كره سريعه، فاتي دخل، فاتي راح، فاتي جريزمان. كره رائعه من أنسو فاتي. من هنالك اصغر مسجل في تاريخ البارسا في تحول مر. فاتي بابا رائعه من أنسو فاتي. يا لها من اللاعبين. رجعت لجولدي، وجد ميسي ليو ميسي. عرضيه الكره بعيده تماما على الجهه اليسرى في اتجاه كره خطيره. فاتي جريزمان. شباك فارغة. راح رودريغيز جيرسون وخطأ. جيرسون رودريغيز وخطأ. يصفر الحكم. تصور بأن البارسا لو يقدر يوقع له رجعت لبوسكاتس. رجع لليو ميسي مرة ثانية. ميسي والتوزيع على القائمة الثانية خطيرة من هنالك في القائمة الثانية عن طريق اللاعب أنسو فاتي. الكرة تروح في الركنية مرة ثانية لصالح فترة قصيرة كأننا في حصة تدريبية. واحد يهاجم والآخر. 26 سنة المهاجم الأيمن في تشكيلة نادي دينامو كييف. في الخلف شيبلييف. بعيد الكرة هذه. بولاسكي تنفذ الركنية الرائعة. شابانوف يمر كرة ممتازة. شابانوف دخل. شابانوف لا كما يقول الحق عليه ميسي. ارماله الكرة العددية. شيبلييف مرة ثانية. هاي كرة صعبة ممتازة. التوزيع والدفاع يتدخل. داست عرضية مرة ثانية مع المدافع كينجورا. تيرشتيغن يخرج هذه الكرة. يجري جريزمان موجود في كل مكان يدافع، لكن لعب ناحية كينجورا. القائمة الثاني وديست بسهولة. حسن رودريغيز بعيدة يا رودريغيز. مرة أخرى الخلل من هنالك في جهة جوردي ألبا. جول بأعجوبة تيرشتيغن يخرج هذه الكرة. كم كانت صعبة يا بويارسكي، وكم كان تيرشتيغن رائعا واخرجها في الركنية لصالح عناصر دينامو كييف. كينجورا من هنالك يصنع السي. جوردي ميسي. كرة من بويارسكي تنفذ خطيرة ومازال بيانيتش وبيدري يطلبها يبعد. بيانيتش مع جريزمان. جوردي ألبا. ليو ميسي استلم. دخل ميسي. جول. تسديدة من ميسي والدفاع يصد. صعبة. هو الجول. فاتي. كرة فاتي بعيدة راحت الجانبية. بعد ما كنا نعتقد بأن الأمر. يا فاتي رائعة من فاتي ورائعة من نيشتيريت. داس دخل. داس توزيع عرضية. تسديدة مرة ثانية عن طريق. لم يتمكن سوى من تسجيل هدف واحد من ضربة جزاء منذ الدقيقة ال5. رد فعل دينامو كييف كان قوي. انتهى الشوط الأول. نعود والتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين.
باذن الله. هل من امل للعوده لدينامو كييف في الشوط الثاني برايك ابن طارق، او ان ميسي سيستطيع ان يقود برشلونه الى فوز جديد؟ ويجب تسجيل بس الجزاء في الدقيقه 54 في اتجاه اندريفسكي. زبرني في وسطية الدفاع. ومرة أخرى ينقذ تير شتيغن مرماه من أمام تسيهانكوف في أول كرة وأول لقطة. رودريغيز خطيرة، والحارس مرة ثانية. تير شتيغن ينقذ البارسا مرة ثانية من لعبة أخرى. المرمى الكرة الركنية تنفذ خطيرة، جول. بابا والحكم ماذا قال؟ خرجت. الحكم قال خرجت ضربة مرمى. آي وإلا الرأسية من سوبريا خرجت. لا وحده سوبريا. تنفذ الركنية مرة ثانية بالرا. جريزمان لا يلمس كرات، ولكن يجري فقط، يجري داخل خارج. لا وديمبلي راح ياخذ مكان جريزمان. كرة ثابتة أخرى، ميسي من حوالي 24 متر. ميسي نشترت يخرج هذه، نشترت يخرج هذه الكرة في الركنية بروعة. يا سلام. ألبا جوردي يرفع كرة خطيرة. سيرجي روبرتو دخل طرق الكرة وانطلق من هنالك. توصل فاتي. هاي صعبة فاتي. جول. فاتي بيكي جول. يا سلام عليك يا ولد. بيكي يسجل أول أهدافه هذا الموسم، يسجل هدفه ال15. يدخل فيربيتش شيبيليه. سريعة وخطيرة. هذا حارس ولا سمكة؟ هذا تير شتيغن المبدع والرائع. نشترت الركنية من المسجلين في دوري ابطال اوروبا لهذا الموسم. ميسي استلم ودخل. ميسي راوغ. ميسي راح. ميسي دخل. ميسي وتريكاو يلا ياخذ مكان بيدري ولا فاتي. ميسي كرة مليح يلعبها كوسط. براغا توزيع خطيرة. جول. خطيرة وجول. تسيهانكوف يتمكن في نهاية المطاف، ومع ذلك صد الكرة الأولى تير شتيغن، ولكن تسيهانكوف لاحق وباغت الحال.